ريال مدريد خلال موسم 2023 و24 شهد تطورات ملحوظة منذ بداية الدوري الإسباني حتى تحقيقه لقب الدوري ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. في بداية الموسم، قاد المدرب كارلو أنشيلوتي الفريق بنجاح، حيث بدأوا بتحقيق الانتصارات المتتالية وإظهار أداء قوي على المستوى الفني والتكتيكي. تأثرت تلك النجاحات بالتعاقدات الجديدة التي قام بها ريال مدريد في فترة الانتقالات، حيث جلبوا لاعبين مميزين لتعزيز صفوف الفريق وتعزيز قدراتهم التنافسية، ومن أبرز تلك التعاقدات كان اللاعب جود بيلينغهام. كان اللاعب مثل القائد الجديد وصانع الألعاب الإبداعي الذي أضاف بعداً إضافياً لخط الوسط. مع تقدم الموسم، استمرت نتائج ريال مدريد في التحسن، حيث تمكنوا من بناء فارق نقاط كبير في سباق الدوري الإسباني، وبالأخص عن أقرب منافسيهم جيرونا وغريمهم التقليدي برشلونة، والذي انتصروا عليه في مباراتي الذهاب والإياب. وبفضل الأداء المتميز للفريق بأسره وتألق اللاعبين الرئيسيين، تمكنوا من تحقيق لقب الدوري. بالإضافة إلى ذلك، تألقوا في دوري أبطال أوروبا، حيث تمكنوا من الوصول إلى النهائي، وذلك بعد إقصاء حامل اللقب مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا. إلا أن وصولهم للمباراة النهائية يعكس إمكانياتهم الهائلة وقدرتهم على التنافس على أعلى المستويات الأوروبية. بهذه الطريقة، يمكن القول إن موسم ريال مدريد 2023 و24 كان مليئاً بالإنجازات والنجاحات، حيث استطاعوا تحقيق لقب السوبر الإسباني ببداية الموسم، والدوري الإسباني في نهاية الموسم، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بالإضافة إلى النجاحات الرياضية، كان هناك أيضاً عوامل أخرى تساهم في نجاح ريال مدريد خلال موسم 2023 و24. على سبيل المثال، الروح الجماعية والتفاؤل التي سادت بين اللاعبين والجهاز الفني، وهو عامل أساسي في تحقيق النتائج الإيجابية. كما شهد الموسم أداءً فردياً متميزاً لعدد من لاعبي ريال مدريد، ومن أبرزهم فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، حيث برزوا بتألقهم ومساهمتهم الكبيرة في تحقيق الانتصارات. وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش. بعض اللاعبين قادوا الفريق بتسجيل الأهداف الحاسمة، في حين قدم آخرون تمريرات حاسمة وأداء دفاعي استثنائي. باختصار، كان موسم ريال مدريد 2023 و24 مليئاً بالإنجازات والنجاحات، وجميع العوامل المذكورة معاً، التعاقدات الجديدة، الروح الجماعية، الأداء الفردي، والتوجيه الفني، ساهمت في تحقيق النجاحات الكبيرة.